السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده في كده حاجة كنا طالبينها من فترة، وصلت المفروض ان احنا ناخدها، ورايحين نقعد في كافيه كده شوية. عايزكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، فركزوا معايا وخلينا نشوف كده النهارده اليوم هيمشي ازاي. الجو النهارده جميل، درجة الحرارة سالب 8 بس مفيش هوا ومفيش برد، فجو رومانسي وعاطفي وكل حاجة. فخليكم معانا نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي وبس يا سيدي. هو دوت اوزون، المكان المفترض هنجيب منه الحاجه، فخلينا نخش كده نشوف الطلبيه جت ولا لسه. المفترض ان هو ده الكود وهي دخلت تيجي من جوه، فخليكم معانا بقى نشوف. متحمس جدا. يا مسهل الحال يا رب. спасибо. لقد وصل اخيرا. خلينا نشوف بقى دوت ايه. هنروح كده الكافيه ونقعد ونريح ونفتحه ونشوف الدنيا فيها ايه. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my flesh, cause no one is like you. I wish to see you, seeing you be my flesh, cause no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad. طبعا دلوقتي وانا بصور اكتشفت ان الكاميرا خلاص هتفصل، البطاريه عماله تعمل لي كده اصلا بتقلب احمر، فبجد الموضوع ضايقني جدا. بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا غلطه مني ان انا مش شيكتش قبل ما اطلع. المهم هنوصل البيت ان شاء الله، هنتكلم مع بعض في الموضوع اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه، وهنعمل انبوكسنج للشيء دوت اللي هو احنا كنا مستنيينه جدا بقالنا فتره عشان يوصل هنا للقناه. فخليكم معانا، ما اوعى تروح اي حته، اوعى تغير القناه. ولو انت لسه ما عملتش لايك بقى والكلام الجامد بتاع السبسكرايب والكلام ده، فيا ريت تنزل تعمل يعني. فهنروح البيت ان شاء الله وهنكمل كده. خلص انا بقى اكمل طالوس اللاتيه دوت. بصراحه قهوه اللي انا شربته مفاتك كان برسيم زي ما انا قلت لكم يعني، بس ده قهوه بصراحه. فيلا قدر الله ما شاء فعل. هنقعد بقى دلوقتي اذا كنا بقى هنذاكر كده ولا شويه ولا هنعمل اي حاجه من غير تصوير من غير كده، ولما نروح البيت نبقى نكمل باذن الله. السلام عليكم. لا السلام عليكم. احنا هنكمل في البيت، هنكمل في اوعى تروح في حته، اوعى. بحبك. رجعنا البيت. للاسف رجعت امبارح متاخر، فنمت على طول وكانت البطاريه فصلت عبال ما شحنتها، فخدت وقت. المهم انا بكلمكم من البطاريه وطلعت البطاريه الثانيه علشان نشحنها على طول، عشان ما يحصلش الموقف السخيف اللي حصل قبل كده. المهم معانا النهارده انبوكسنج للشيء الخطير دوت اللي احنا كنا مستنيينه بقالنا فتره، فخلينا نعمل انبوكسنج ليه ونشوف هو ايه. طبعا هو انا ما عنديش بقى ايه شغل الانبوكسنج بتاع السكاكين والكاميرات اللي من فوق. لا يا باشا، احنا ناس ايه، احنا ناس كده عفوية. بسم الله. وهو تا 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 ترايبود من شركة الشركة دي جميلة جدا على فكرة، انصحكم بيها. شفت لها كذا منتج، شكلها لطيف يعني، هي كشركة شكلها لطيف. بسم الله. اوعى وشك والريموت كنترول. خلاص فاضي، مبقاش فيها اي حاجه تانية. الحلو في الترايبود دوت ان هو وزنه خفيف، تقريبا كيلو ونص، بيشيل لحد 6 كيلو. طبعا زي ما انتم شايفين هو جاي معاه شنطه شكلها انيق قوي.
كتالوج و3 مفاتيح الان كي، علشان لا هي مش 3 مفاتيح الان كي، هو مفتاح الان كي وحمالتين، لان زي ما انتم عارفين ان هو هنا في اللي هي الحماله اللي هو متحلق فيها مثلا ميه او وزن او حاجه، عشان لو انت بتصور وحصل فيه هواء الوزن ما يختلش. المهم المميز في الترايبود دوت اللي خلاني اشتريه بصراحه ان هو الراس بتاعته دائريه بتلف في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، يا سلام يا سلام. وكمان في ممكن يبقى ميني بود، ممكن يتفك يبقى رجل واحده، والطول بتاعه برده كويس مش وحش. المهم الشيء الاهم جدا اللي انا بصراحه يعني جبته عليه زي ما قلت لكم الراس القرويه، زي ما انتم شايفين الراس ديت شيء خطير جدا، بيديك فلكسبيليتي وبيديك اريحيه ان الموضوع يبقى لطيف جدا في الحركه. دوت الشيء الاساسي اللي خلاني اجيبه يعني. هو بصراحه غالي شويه، هكتب لكم سعره بالمصري كام هنا كده، وانت شوف بقى السعر قد ايه. عارف ايه ده؟ على الراس الميزيزه اللي بتفك. ماشي جميل. طب وايه ده؟ ده عشان يطلع كمان بيديك ارتفاع اعلى. جامد جامد والله جامد. وديت اللي هو الموني بود اللي هو بيفك اهو كده بقى ستاند لوحده خالص. ممكن اركب عليه اللي هي الجالوفكا او الراس بالعربي اهي، وبقى موني بود لوحده خالص. ممكن استخدمه كسنجل مثلا اللي هو مثلا لو تصوير رياضي بقى، او تصوير مثلا الكاميرا ثابته وانا بتحرك بيه كده على طول، فشيء جميل جدا بصراحه. المهم يا سيدي دوت مش موضوعنا الاساسي، دوت كان انبوكسنج سريع كده للحاجات اللي جات لنا، الحاجه اللي جات لنا مش حاجات ولا حاجه. المهم ان شاء الله دلوقتي هنتكلم بقى عن عن الحاجه اللي انا كنت عايزكم فيها الاساسيه. طبعا زي ما انتم شايفين ثبتنا الاستاند الجديد، دوت كان الاستاند القديم عباره عن خشبه كده وحاجه مضحكه جدا. المهم الموضوع اللي كنت عايزين نتكلم فيه النهارده هو ليه المفترض ان انا ما اميزش الحاجه؟ ليه المفترض ان انا ما اميزش اغنيه بشخص معين؟ ليه المفترض ان انا ما اميزش مكان بشخص معين؟ لكذا سبب. اول سبب ان الشخص دوت ممكن يكون مش هو الشخص المناسب اللي انا المفترض اميز معاه الحاجات، لان الحاجه معنى ان انا اميز حاجه معنى كده ان انا بعد كده كل ما الموضوع ده يتذكر، كل ما الموضوع ده يجي قدامي، كل ما اسمع الاغنيه، كل ما اسمع الصوت معين او اي حاجه، الموضوع دوت هيفكرني بالشخص دوت. الشخص ده ممكن يكون مش موجود، الشخص دوت ممكن يكون توفى، الشخص دوت ممكن يكون مش هو الشخص اللي كان يعني اديته المسؤوليه الكامله ان هو يكون قد الحاجه ديت ويأذيني. فالمفترض ان انا ما اميزش الحاجه. كل ده هيخلي من صعب جدا ان انا انسى الحاجه. انا كده بقوي الروابط بتاعه الذاكره على تذكر الاشياء، هيخلي من صعب جدا ان انا اتعايش بشكل عادي، لاني دايما في كل مكان في حاجه بتذكرني بشخص معين، سواء كانت بقى وبالذات لو الروابط دي كبيره جدا هتلاقي الموضوع بالنسبه لك صعب. لما تروح الكافيه الفلاني هتفتكر الشخص الفلاني، لما تسمع الاغنيه الفلانيه هتفتكر الشخص الفلاني. طب ليه انا بعمل في نفسي كده؟ الروابط احنا كده بنقويها زياده، بنخلي دايما علينا ضغط، الموضوع دايما بنفتكره بشكل قوي لما بنعمل اكتر من رابطه معاه. ما تنسى يا عم وتفكك. ليه دايما محتاج تربط كل حاجه؟ مش محتاج. عيش حياتك لوحدك، مش لازم تربط كل حاجه بحد، مش لازم دايما تتعود على حد. طبعا هيجي واحد فيلسوف يجي يقول لي ابو الاداهيم ادهومه، انت دلوقتي هتعامل الموضوع بشكل عام. لا خد بالك، انا مش بعمم الموضوع في ناس خارجين منه جدا. طبعا لو عملت الموضوع بشكل كبير انت كده مش هتعيش. يا عم جننتني، يعني اربط ولا ما اربطش؟ هقول لك تربط بس ب3 خطوات. اربط مع بوعي بحكمه. اول حاجه اربط مع اهلك، لان دول الناس الوحيدين اللي في العالم كله اللي صعب جدا ان هم يخذلوك، دول فعلا اللي تديهم عينك. تاني حاجه معانا وهي بوعي. كن واعي بتربط مع مين. طبعا بقيه العالم غير اهلك، ابدا بقى فكر فيهم، في اصحابك، في زمايلك، في عيلتك، كل الناس دي خلاص الموضوع هيبدا يختلف بقى معاهم. مش كل الناس حبايبي، مش كل الناس صحابي، مش كل الناس ادي لهم عينيا، لا اللي اديهم عينيك احنا قلنا في الاول ان هم اهلك بس. كن واعي جدا للعلاقات اللي معاك، وكن واعي جدا للناس اللي هتتعامل معاهم، وشوف هتميز مين عن مين، علشان ما تجيش تميز حد وتحط حد في طبقه مكان التاني وتلاقي في الاخر اللي انت حاطه دوت هو ما كانش قد المسؤوليه. لازم تركز جدا في الموضوع دوت عشان ما تجيش بعد كده تتعب وتتخذل. تالت واحده بحكمه. خليك دايما حكيم. مين هو الحكيم؟ الحكيم هو ربنا سبحانه وتعالى، ده اولا. ثانيا الحكيم هو في البني ادمين، هو الشخص اللي دايما ساكت، الشخص اللي لما بيتكلم بينطق ضرر، الشخص اللي لما بيتكلم بينطق كلام كله صح.
فخليك دايما ساكت. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين اتنين، ما خلناش ودن واحده بس، خلق لنا بق واحد، يبقى احنا نسمع اكتر ما نتكلم. اسمع كويس، افهم كويس، شوف الشخص دوت عايز ايه، ولما تيجي تتكلم انطق بالشيء اللي انت عارفه. الشخص الحكيم هو الشخص اللي لما بيكون عايز يجيب حاجه او عايز يعمل اي حاجه بيدور عليها مره واثنين وثلاثه وبيسال، وبعد كده بيبدا يتوكل على الله وبيشتري الحاجه دي او بيعمل الحاجه دي. خليك زي الشخص دوت. خليك في علاقاتك برضه نفس الفكره، ما تبقاش دايما كده اي حد تقابله وترتاح له، واي حد. المشاعر ليها حد، انت كده بتخلص الحد دوت، في حد معين وفي ليميت معين للمشاعر. طول ما انت بتستخدمها دوت حبيبي ودوت صاحبي ودوت ابن عمي ودوت اللي ما جابتوش امي ودوت 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 ودوت، انت مش هتلاقي بعد كده يعني المخزون بتاعك هيخلص. هتعمل ايه طيب؟ هتجيب منين؟ هتلاقي نفسك بتيجي على حاجات تانية، بتيجي على اخواتك في البيت مثلا، لان انت خدت يعني ميزت حد عن حد، فهتاخد من المنسوب بتاع اخواتك عشان تدي للشخص دوت، وهتلاقي نفسك تاخد من الشخص دوت عشان تدي لشخص تاني، وهكذا. وهي اللعبه شغاله وهي الدنيا شغاله. ما تحطش نفسك في الموقف دوت. خليك دايما هادي، خليك دايما حكيم، خليك دايما واعي للناس اللي بتتعامل معاهم مع علاقاتك كويس. دوت كان الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيه النهارده بصراحه. ليه اتكلمت في الموضوع دوت؟ لان كذا حد من صحابي كنت بتكلم معاهم من فتره دايما يقول لي انا كان في شخص في حياتي مثلا من صحابنا دلوقتي هو ما بقاش موجود، سواء كان توفى او حاجه. الشخص دوت كنت دايما عامل روابط معاه في حاجات كتير جدا، كنا بنسمع اغاني مع بعض، كنا بنخرج مع بعض في المكان الفلاني، كنا بنشرب قهوه بطريقه معينه في الحته الفلانيه. كل ما اروح المكان او كل ما اقرب منه بحس نفسي متضايق، بحس نفسي مخنوق، حاسس ان انا مش مبسوط. فقلت له السبب في الاول وفي الاخير بيرجع لك انت، ان انت عملت روابط كتيره جدا. انت رابط في كل حاجه. من ضمن الحاجات على فكره الحلوه في الروابط برضو، لما كنا صغيرين لو تفتكر صوت الشيخ محمد رفعت الصبح الساعه 7. ايوه الصوت اللي انت سامعه دلوقتي دوت، الصوت دوت بالنسبه لنا كان فرحه كبيره جدا، مع ان احنا ممكن نكون اصلا قايمين مش طايقين نفسنا عشان نازلين المدرسه، بس بتلاقي نفسك مرتاح وانت بتسمعه وبتربط بشكل لا واعي. تعالى دلوقتي مفيش مدرسه، مفيش ضغط، مفيش كل حاجه اللي كانت بتحصل في ابتدائي او وقتها يعني عامه، لو انت زي ما انت كنت شايفها هتلاقي الصوت دوت جميل جدا لان بيفكرك بذكريات. اربط حاجات تستحق ان هي تتربط، وما تربطش حاجات ما تستحقش، بالذات مع الاشخاص. اربط حاجه مع نفسك، اربط حاجه انت بتعملها مع نفسك، وليكن مثلا اربط ايه قرانيه معينه لما بتخلص انجاز معين بتسمعها، هتبقى جميله جدا. وبلاش تربط اغاني، لان الاغاني كل يوم والتاني بتتجدد، فتلاقي نفسك كنت مثلا بتسمع حاجه قديمه. ده بعيدا عن الاغاني اصلا حرام، ما نجيش نشتغل نفسنا. المهم، فاربط ايه قرانيه مثلا، اربط حديث، اربط حكمه، حاجه جميله كده كل ما تلاقي نفسك عملت حاجه كويسه تسمعها. واربط برضو حاجه وحشه كل ما تلاقي نفسك بتعمل حاجه وحشه برضو تشوفها، علشان دايما تفكر نفسك. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بس انا كده خلصت النهارده الشيء اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيه. اتمنى ان يكون الكلام كده او دردشه كده خفيفه بسيطه. كان عندنا النهارده اكتف شويه كده، رحنا الكافيه وبعد كده الكاميرا فصلت، وبعد كده جبنا الترايبود اللي كنا مستنيينه، وان شاء الله اللي احنا متعلقين عليه دلوقتي. بجد انا فرحان جدا بالموضوع دوت. اتمنى لو انت استفدت ولو شيء بسيط، مش هقول لك اعمل لايك والكلام ده، بس بلغ بيه حد غيرك ان شاء الله. حتى لو تكتب الكلام دوت في ورقه وتروح تبلغه ناس، او تبعت له الفيديو زي ما هو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بحبكم في الله.